رجعنا في حلقة النهاردة عشان نكمل السلسلة بتاعتنا وهي سلسلة أسوأ أفلام مصرية. السلسلة دي بالتحديد كنا نزلنا منها حلقتين قبل كده وقلنا إن إحنا لسه هنكمل بقية الأفلام. عشان ما نطولش خلونا نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة ونشوف إيه هي الأفلام اللي معانا. طيب خلونا نبدأ بأول فيلم معانا النهاردة وهو فيلم فص ملح وداغ. مبدئيا كده وبسم الله الرحمن الرحيم، من اسم الفيلم أنا مش مقتنع بيه نهائي. يعني فكرة فص ملح وداغ دي أنا ما اقتنعتش باسم الفيلم، وهو من نوعية أسامي الأفلام اللي لما تشوفها كده تقول أنا عارف الفيلم ده هيبقى في أنهي قايمة. الفيلم ده نزل سنة 2016 ومن بطولة عمرو عبد الجليل، وبيحكي عن بكري واللي المفروض ان هو عنده مسرح مهجور. المسرح ده فيه لعنه، والمفروض ان هو لما عرف ان اللعنه دي موجوده راح عشان يحاول يفكها، فاللعنه صابته هو بالتحديد. لو انت بقى مبدئيا اتفرجت على الفيلم ده، فانا اول سؤال عايز اساله كده، انت اتفرجت على الفيلم ده ليه اصلا؟ الفيلم ده مبدئيا تقييمه على سينما كوم هو 6.4، و6.4 ده انا بصراحه شايفها كتير عليه. مبدئيا لو انت اتفرجت على الفيلم هتلاقي كميه افيهات من طبعا معروفه من الالاشات بتاعه عمرو عبد الجليل. يعني هو سيناريو الفيلم كله قلشات عمرو عبد الجليل، الفيلم كله مندرج تحت ان عمرو عبد الجليل يقلش وان انا اضحك. انا ما اعرفش هما لما فكروا يعملوا حاجه زي كده كانوا متوقعين ان الفيلم ده يكسر الدنيا، ولا ده كان مثلا استغلال لفكره نجاح عمرو عبد الجليل او ان الناس بتحبه. مش قادر احكم قوي الفكره لان الفيلم بصراحه كان سيء جدا. انا ما ضحكتش فيه دقيقه واحده. عندي عتاب مباشر على عمرو عبد الجليل بنفسه بصراحه، وهو ان عمرو عبد الجليل لفتره كبيره كان واحد من اكتر النجوم اللي دمهم خفيف. ده يمكن لحد فيلم صرخة نملة، لحد لما بدأ يقلش القلاشات الثابتة اللي بيقلشها في كل الأفلام. ومن هنا بالنسبة لي بدأ عمرو عبد الجليل ياخد كيرف قوي جدا في مسيرته الفنية عموما، واللي من بعدها بقى بيقرر ان هو يطلع ضيف شرف في افلام ملهاش معنى، واللي بقى بيقرر ان هو يعمل بطولات مش حلوة وقصة الفيلم مش حلو. ودي مشكلة بصراحة انا مش عارف الاقي لها حل. يعني ايه يا جماعة الفكرة في ان احنا نعمل فيلم بطولة؟ انا مش فاهم ايه فكره التمسك بالبطوله. يعني تقريبا كل اللي احنا هنتكلم عنهم في حلقه النهارده مشكلتهم الاساسيه هم انهم اخدوا قرار بان هم يعملوا فيلم بطوله بدري. عمرو عبد الجليل بالنسبه لي كان واحد من اكتر الفنانين الناجحين في ابطال الدور الثاني، يعني اللي هو بيطلع صاحب البطل، العدو بتاع البطل بس في فيلم كوميدي اللي هو بيبقى دمه خفيف بيهزر بيضحك. الحاجات دي كلها كان عمرو عبد الجليل شاطر فيها جدا، وهي دي اصلا اللي عرفت عمرو عبد الجليل للناس وخلتهم حبوه. ولما بدانا الكاتيجوري بتاعت فكره البطوله لعمرو عبد الجليل كان بادئ كويس زي صرخه نمله مثلا، ده مش فيلم وحش. ولكن لما حضرتك عملت بعدها افلام ولقيت ان الكيرف بدا ينزل، ما كانش في اي مشكله خالص ان انا اخد ستيب لورا وارجع اعمل ادوار الدور التاني تاني لحد لما انجح نجاح اكبر واكمل بعد كده. واكبر دليل لو حبينا ندي مثال على كده كان ماجد الكدواني مثلا، اللي عمل كام فيلم فعلا ولما لقى نفسه في نجاح راح عامل فيلم اسمه جاي في السريع، واللي للاسف الفيلم رغم انه مش بالسوق بتاع فص ملح وداغ والفيلم ممكن يطلع منه حاجه الا انه الفيلم ما نجحش. ذكاء ماجد كان في ان هو لما شاف ان الفيلم ما كسرش الدنيا راح راجع تاني للطبيعي بتاعه وبدأ يعمل الافلام بتاعه الدور التاني ويفضل في الحته اللي هو شاطر فيها. وده اللي خلى دلوقتي يمكن ماجد بقى عنده خبره كبيره قوي وتقيله قوي، ولحد دلوقتي ماجد واحد من اتقل النجوم والممثلين الموجوده في مصر. فبصراحه الفيلم ده انا ما استلطفتهوش وما حبيتهوش، ويعني ما اظنش ان انا هتفرج عليه تاني. ومن هنا نروح لتاني فيلم هكلمك عنه النهارده، ويزو سكول. ويزو سكول طبعا مش محتاج من اسمه، هو من بطوله ويزو نجمه مسرح مصر واللي كلنا عارفينها اكيد، هي غنيه عن التعريف. يعني الفيلم ده نزل سنه 2023 واراهنك ان مش ناس كتير قوي تعرف ان ويزو عملت بطوله اسمها ويزو سكول، وهي دي بالتحديد النقطه اللي انا بتكلم عليها. لو جينا بصينا على ابطال مسرح مصر عموما اللي طلعهم اشرف عبد الباقي هنلاقي ناس زي علي ربيع ومصطفى خاطر وويزو وحمدي المرغني. كل الناس دي الى الان هم مش قادرين ياخدوا الخطوه الاولى الناجحه في بطولتهم. لو جينا بصينا بشكل عام هنلاقي ان انجح اتنين فيهم حاليا ممكن يكون علي ربيع ومصطفى خاطر. مصطفى خاطر ناجح جدا كادوار تانية او ان يكون معاه حد شايل له الفيلم. الى الان اختيارات مصطفى خاطر كبطوله مطلقه فاشله جدا مع احترام، وكذلك علي ربيع اللي يمكن عمل 5 أو 6 افلام تقريبا منهم 2 ناجحين، اما الباقي كله كان برضو اختيارات سيئه جدا واستعجال لفكره اني اكون بطل العمل اللي انا طالع فيه. ومن بعدهم طبعا تيجي ويزو واللي قررت سنه 2023 ان هي تعمل فيلم ويزو سكول. طب بيتكلم عن ايه الفيلم يا جماعه؟ الفيلم بيحكي عن طالبه في الثانوي بتتعرض للتنمر من المدرسين وزمايلها. طبعا انت اول حاجه تيجي في بالك نفس اللي جه في بالي، مفيش اي اختلاف في اللي بتقدمه ويزو في الفيلم عن اللي كان بيتقدم في مسرح مصر. فعليا هي في مسرح مصر
كان الدور بتاعها كله هو ان بقيه التيم بيطلع بيعمل المشاهد الكوميديه على ويزو. مش هكدب عليك واقول لك ان ما كانش دمهم خفيف، في مشاهد كتير جدا كان دمهم بيبقى خفيف وبتضحك، ولكن فكره ان انا اقوم فيلم كامل مبني قصته على التنمر على بنت تخينه في ثانوي، يعني انا ما اعرفش ازاي ويزو شافت ان ده فيلم ممكن يكون بطولتها المطلقه الاول وان هو ينجح ويكسر الدنيا. وللاسف الفيلم ما تعرفش اصلا قوي، ويمكن ناس كتير جدا ما تعرفش ان ويزو عملته، والفيلم بقى له فعليا سنتين. انا عايز بقى كل واحد فيكم في الكومنتات يقول لي هو كان يعرف اصلا ان ويزو عملت فيلم زي ده. ومن هنا نروح لاخر فيلم هكلمك عليه في حلقه النهارده، وهو فيلم 7 ورقات كوتشينه. ايوه، الفيلم بتاع الشابو يوسف الشريف. في الفيلم ده بالتحديد بنشوف الشابو قبل ما يبقى شابو بقى. فيلم 7 ورقات كوتشينه هو فيلم نزل سنه 2004 وكان من بطوله يوسف الشريف وروبي. الفيلم ده بيحكي عن شاب بيورث من عمه قصر على البحر زائد ثروه تانية كبيره جدا، ولكن ما يعرفوش مكانها، والمفروض ان هي ليها مفتاح وبيدوروا على المفتاح ده. في وسط احداث الفيلم بيتعرف على روبي. دي عموما قصه الفيلم. فعليا بقى وانت بتتفرج، انت لو جيت تبص على الفيلم فعليا واحد من اسوأ الافلام اللي اتقدمت. روبي بصراحه كان ادائها بارد قوي، تحس ان هي كانت بتقرا السكريبت وتطلع قدام الكاميرا تتكلم، يعني هي مش بتقول الكلام بمشاعر. واللي ضايقني اكتر من كده هو انك لو جيت تبص على يوسف الشريف نفسه هتلاقي ان نفس الكلام ده بيحصل معاه. لو جيت تبص على المشاهد بتاعت يوسف بيقرا سكريبت، مفيش اي مشاعر في الكلام اللي احنا بنقوله، مفيش اي احساس طالع. ده غير اصلا ان سرد الاحداث والقصه كان وحش جدا. احنا بنبقى مثلا في مشهد بنتكلم على حاجه معينه، ومره واحده بنلاقي نفسنا نطينا على مكان تاني وروبي بترقص وبتغني. نخلص المشهد بتاع روبي والرقص والغنى من هنا، مره واحده نقعد 10 دقائق في مشهد فيه كلام ومشاهد غريبه كده احنا مش فاهمين، يعني كلام ملوش معنى اصلا وملوش دعوه بالقصه اللي احنا فيها. مره واحده نروح راجعين على روبي بترقص وبتغني تاني. كلمه حق نشهدها في حق يوسف الشريف، وهو انه بعد كده الراجل ده علم من ادائه بشكل كبير جدا وحسن وطور من نفسه بشكل ملحوظ. ولكن في الفيلم ده بالتحديد دي كانت اكبر نقطه سوداء في حياه يوسف الشريف او في اي عمل فني هو عمله. بصراحه دي من وجهه نظري، مع احترامي طبعا للفنانين كلهم. وبرجع يا جماعه باكد ان مفيش فنان في الدنيا بيبقى اختياراته طول مسيرته قويه، لازم هيقع في وقت من الاوقات. معنى ان احنا بنتكلم هنا ده مش معناه ان الفنان ده سيء ولا هو ما بيعرفش يمثل ولا اي حاجه من الكلام ده كله. كل اللي احنا اتكلمنا عليهم سواء عمرو عبد الجليل سواء يوسف الشريف فهم ممثلين كبار وتقال، وحتى ويزو فهي نجمه كويسه وصاعده بشكل كويس جدا، ولكن محتاجه تركز مع اختياراتها. فاختصارا فيلم 7 ورقات كوتشينه كان واحد من اسوأ الافلام اللي انا اتفرجت عليه بصراحه، سواء في القصه او في احداثها او في اداء الشخصيات او في وجود شخصيات ملهاش معنى زي اصحاب يوسف اللي انا ما فهمتش هم ايه دورهم في الفيلم كله لحد دلوقتي، يعني جايين معانا ليه اساسا غير ان هم ليهم مشهد في اخر الفيلم هو ده اللي احنا احتاجناه فيهم. يعني هم محطوطين في سرد احداث الفيلم كله عشان بس احنا محتاجينهم في مشهد في الاخر. وفي النهايه فعلا الفيلم تقييمه على cinema.com هو 2.9، واظن ده رقم معبر جدا بيوصف لك الفيلم ده عامل ازاي. وبكده ابقى انا قلت لك على الافلام بتاعت النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو ده لاصحابك عشان ما يتفرجوش على الافلام دي، وسيب لي رايك تحت في الكومنتات لو انت تعرف افلام تانية عايزنا نتكلم عنها. استنى الحلقات الفتره الجايه عشان هتبقى مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. الحلقه اللي جايه سلام.